مرحبا، إن شاء الله تكونون بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان نتمنى أن يهل علينا وعليكم إن شاء الله بالخير وبالبركة. وصفتنا لهذا اليوم حتكون طريقة عمل الدولمة. حنبدي بالخطوة الأولى وهي طريقة تحضير الخضروات. حنحاول هنا نقطع البصل من الوسط، ومن بعدها نحطه بمي ساخن لمدة 10 دقائق على النار. هنا بعد ما خرجناه من المي الساخن حنبدي بفصل طبقات البصل عن بعضها. من بعدها حنبدي بحفر الشجر أو الكوسة وتفريغ الحشو من الداخل. وحنكرر نفس العملية ويا الباذنجان. أما الفلفل والطماطة فنحاول نقطع الجزء العلوي بشكل دائري ونترك جزء صغير متصل بيه. أما الحشوة فاحتاجيت هنا تقريبا 500 جرام من الرز اللي تكون حبايته صغيرة، وضفت له تقريبا 600 جرام من اللحم المفروم، ولكن يكون به قليل من الدسم أو اللية. من بعدها نزلت عليه الفلفل الأحمر والشبنت والمعدنوس أو الكرفس، ومن ثم ضفت لهم حشوة الخضروات اللي حفرناها، اللي هي الشجار والباذنجان والبصل. ضفت عليهم هنا زيت الزيتون وملعقتين من دبس الرمان وملعقتين من معجون طماطة، وملعقة من ماجي، ونص ملعقة من حامض الليمون والفلفل. حنبدي هنا بطريقة حشو الخضروات.
هنا قطعنا الفلفل الأحمر على شكل دوائر حتى نستخدمه لغلق الحشوة بالشجار أو الكوسة. حنبدي هنا نرص شرائح اللحم بقعر القدر، ومن بعد ضفت عليهم فصوص من الثوم. أما المطيبات فاستخدمت هنا أعواد القرفة والقرنفل والهيل تنطي نكهة للحم. حنبدي بالطبقة الثانية وهي رص البصل فوق شرائح اللحم. ومن ثم حنبدي بتوزيع الخضروات. أما بالنسبة للصوص فاستخدمت هنا تقريبا ملعقتين من معجون الطماطة وملعقة من الصويا والملح. ومن بعدها ضفت لهم المي الساخن. هنضيف الصوص إلى الدولمة، بس نحاول ما نكثر من نسبة السوائل لأنه الخضروات أيضا خلال عملية الطبخ تذب من ميها. هنحطها هنا على نار عالية على الطباخ، ومن بعد نوطيها ونتركها إلى أن تنضج. فهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم، فأتمنى أن تنال إعجابكم. فإذا عجبكم فيديو هذا اليوم فلا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير.